الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وقضوا حوائجكم بالكتمان. قضاء الحوائج بالكتمان هي لاكلي، هي الباب النجاح ديالك. من مورا هاد الفيديو كنوعدك انك غتمشي وانتي متيقنة 100% بان الحوايج الاساسية في حياتك خصها تقضى انتي ساكتة. وقبل ما نبداو لا فيديو ما تنساش لايك وشي كومونتير زوين بحالك وسبسكرايب. كاين بزاف ديال الانواع ديال البنات ماشي ما باغيينش يقضيو الحوائج ديالهم بالكتمان، ولكن ما عارفينش كيفاش، حيت ولفوا انهم يبارطاجيو حياتهم، انهم يبارطاجيو القرارات ديالهم والاهداف ديالهم والمزايا والعيوب اللي كاينه في حياتهم. نداويو العله لابد لينا اننا نفهموا السبب ديالها. ملي كنهضروا على اننا واحد الناس اللي ديما كنبارطاجيو حياتنا سواء زوين سواء الخايب، خصنا نجلسوا مع راسنا ونعرفوا علاش كنبارطاجيو داك الشيء، اكوز دو كوا. واش حبا في التباهي؟ واش حيتاش كنبغيو نبينوا القيمه لراسنا؟ واش كنبغيو نبينوا الانجازات ديالنا؟ واش ضعف من تحت ستارة الثقة؟ علاش؟ فاش غنعرفوا علاش غنخدموا عليه، وتماك غنتعلموا على الكتمان. شحال من حاجة بارطاجيناها وما كناش ربي فيها، شحال من حاجة قلناها وما تيسراتش. عباد الله البنات راه العين حق، راه حتى شي حد ما غيبغيك تكوني احسن منه، راه حتى شي حد ما غيبغي يشوفك في بلاصه احسن من البلاصه اللي هو فيها. البنات خدموا على راسكم اون سالونس، خليو الانجازات ديالكم هي اللي تبان. راه شحال ما خدمتوا، شحال ما داك الانجازات كتبان عليكم. خدموا على راسكم، على صحتكم، على الكوطي النفسي، على الكوطي المعرفي، على الكوطي المادي. خلي الانجازات ديالك هي اللي تاتيغي لاطونسيون ماشي الهضره. لانك تقدري تقولي انا باغا ندير وانا باغا ندير، ويجي شي واحد يقول لك انت غتقدري توصلي، ما غتقدريش. كتحبطي واخا تقولي في راسك لا انا نقدر، كتحبطي. مي واحد اخر ما كيشوفش بين الرحمه، ما كيكونش تبارك الله. راه الافات في الدنيا عبد الله.